يا صباح الفل على اجمل متابعين في الدنيا. الناس اللي متابعيني من زمان اهلا بيكم، ما تنسوش تعملوا لايك. والناس اللي لسه متابعيننا جديد اهلا بيكم برضو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد من قناتي. النهاردة هنعمل اكلة مصرية حلوة جدا، كل المصريين بيحبوها. فراخ وملوخية ورز ولسان عصفور، وطبعا الليمون المخلل اللي احنا عاملينه مع بعض، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. والجميل في الموضوع برضو بتاع النهاردة ان احنا عاملين كل الاكل ده بالسمنة اللي احنا حولناها من قشطة لبن لسمنة، وبرضو هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان تعرفوا احنا حولنا قشطة اللبن او وش اللبن لسمنة ازاي. اول حاجة طبعا حطيت حلة على النار فيها مية وسبتها تغلي، والناحية التانية حطيت طاسة او صينية او اي حاجة يعني، حطيت فيها معلقتين سمنة وبدأت ادي للفراخ صدمة. وعلى فكرة برضو عاملين فيديو لغسيل الفراخ قبل كده، ازاي نغسلها ونتجنب ان احنا ننشر البكتيريا في المطبخ. هديها بقى صدمة كده علشان تقفل المسام بتاعتها وما تنزلش اي مية في المية المغلية. كده المية عندي هنا بدأت تغلي والفراخ قربت خلاص ان هي تاخد الصدمة بتاعتها من الناحيتين. هنزل بقى في المية اللي بتغلي 2 طماطم صغيرة وبصلاية متوسطة، وهنزل كمان معاهم ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر بس مش مطحون، لان المطحون بيخلي الشوربة تبقى لونها غامق شوية، فبحب احطه سليم. المية طبعا بتغلي وفيها كل المكونات اللي احنا قلنا عليها. هحط بقى الفراخ وهسيبها نص ساعة، وقرب لما تيجي تستوي هحط لها الملح. اهو كده تقريبا الفراخ دخلت في السوا، فرحت حطيت الملح معلقتين بس في الشرب. بعد كده طلعت الفراخ على حاجة كده مخرمة عشان امنع ان يخرج معاها او يبقى فيها شوربة. كنت محضرة بقى معلقتين 3 دقيق كده وعليهم كيس فيجيتار علشان اغلف بيهم كل قطع الفراخ. طبعا الموضوع ده بيخلي الفراخ تبقى مقرمشة ومتحمرة كويس من كل الاتجاهات، وكمان مش بيشرب زيت. خلصت انا بقى كل القطع كلها وبعدين احطهم في التلاجة، ولما نيجي في الاخر نبقى نحمرهم. معلقة سمنة هنعمل الرز، معلقة سمنة وشوية زيت، وهحط الشعرية تقريبا بتبقى تلت الرز اللي انا هعمله، يعني لو هعمل 3 كوبايات رز يبقى كوباية شعرية. انا عاملة حوالي كوبايتين رز، فعشان كده عملت كوباية الا ربع شعرية، وحطيت عليهم معلقة ملح واحدة لان الشوربة فيها ملح. واللي عايز يضيف مرقة هنا وما يستخدمش الشوربة في ان هو يعمل الرز ممكن يضيفها مع الشعرية وهي بتتحمر. هنا لما خلاص الشعرية احمرت حطيت عليها الرز ده مش منقوع، الرز المصري مش محتاج ان هو يتنقع، هو بس يتغسل قبل ما تحمري الشعرية على طول وتبدأي تشتغلي فيها، فهو مجرد ان هو مغسول فقط. هنقلبهم مع بعض بقى علشان الرز يتغلف بالمادة الدهنية كله، وهحط لها معلقة فلفل اسمر لان الشوربة ما فيهاش فلفل اسمر مطحون. هقلبه كله لغاية لما يتحمر من كل الاتجاهات. وبعد كده هحط مقدار الشوربة. مقدار الشوربة لو انا عاملة كوبايتين رز مصري هياخدوا 3 شوربة، لو انا عاملة 3 رز يبقى 4 شوربة، وهكذا. دايما عدد كوبايات الشوربة او المية اللي بنحطها بتساوي عدد كوبايات الرز زائد 1. خلاص كده اتفقنا. حطينا الشوربة وهنغطيه ونسيبه لغاية لما يشرب المية لمدة 3-4 دقايق بالكتير يعني. اهو كده يعني خلاص المية اختفت من على وش الرز، هو في مية برضو بس مش موجودة على الوش، مش واصلة لغاية الوش.
فهنوطي عليه خالص، هنقلبه ونوطي عليه ونغطيه ونسيبه يكمل السوا بتاعه لمدة 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. اهو كده بصوا لقيناه مفلفل خالص، طعمه وشكله تحفة. لو الرز بيلزق معاكي تحت غطيه واطفي عليه النار شوية كده قبل التقديم لمدة 5 دقايق، وهو متغطي البخار هيطلع كل الحاجات اللي لازقة من تحت. هنا بقى حطيت معلقتين سمنة من اللي احنا عاملينها برضو، وحطيت كيس لسان عصفور ومعلقة ملح واحدة. الملح على فكرة مفيد جدا لانه بيخلي اي حاجة بتتحمر بيخليها تطلع كلها لون واحد. هحمره شوية لغاية لما اوصل للون اللي انا عايزاه. بعد كده هحط عليه مقدار من الشوربة، بس يعني مش كل الشوربة اللي هو محتاجها هحطها دلوقتي، لان مش دلوقتي وقت التقديم. فلو حطيت له كل مقدار الشوربة هيشربها كلها، ويجي وقت التقديم هلاقيه ناشف خالص مفهوش اي شوربة. فانا هحط له شوية شوربة يدوبك يغطوه، وبعدين ياخد غلوة واحدة وهطفي عليه. هي الشوربة هتبقى سخنة وهيستوي فيها وحتى لو شرب الشوربة كلها وما لقيناش فيه اي مية مش مشكلة، احنا مش حاطين له شوربة كتير اولا، وثانيا هنحط له كمية شوربة تانية واحنا بنسخنه عند التقديم. هنا حلة بقى وحطيت فيها زيت وهنبدأ نحمر الفراخ. طريقة الدقيق مع الفيجيتار بتخلي الفراخ تبقى مقرمشة ومش شاربة زيت خالص. كده عندي الزيت سخن وهبدأ بقى انزل قطعتين كده مع بعض. مش هقلب فيهم خالص غير لما احس ان فعلا الوش اللي تحت بقى محمر خالص وبقى واخد اللون الذهبي. هبدأ بقى اقلبهم على الناحية التانية. تمام كده، هطلعهم واحط غيرهم لغاية لما نخلص الكمية كلها. تقريبا دول كانوا اخر 2، فخلاص كده انا مش محتاجة الزيت تاني. هنا بقى حطيت معلقتين سمنة وحتة توم من اللي انا مفرزاه، ولو توم فريش برضو حلو جدا، وتفرمي معاه فلفل حامي هيبقى حلو قوي قوي. هنا بقى حطيت في حلة من 7 ل8 مغارف من الشوربة. وليه بقول من 7 ل8 مغارف؟ لان لو كترنا قوي الشوربة عن كده ممكن الملوخية تسقط مننا وتبقى الشوربة اكتر من الملوخية بكتير. فعشان نتحكم بس في الكمية نحط من 7 ل8 شوربة، وبعدين لو لقينا الملوخية محتاجة نحط تاني. حطيت انا حتة توم في الشوربة، وحطيت كمان حوالي ربع معلقة سكر بيحافظ على لون الملوخية اخضر جميل. وبعد كده نزلت الملوخية في الشوربة. هقلب شوية بالمضرب لان هي كانت مجمدة، فهقلبها كده لغاية لما تفك من بعضها والنار تكون هادية خالص. او لو كمان يعني الشوربة سخنة قوي فانا هبعدها واسيبها ان هي تفك في الشوربة السخنة لوحدها. خلاص قرب التقديم بقى هبدأ ان انا احمر الثوم في السمنة اللي انا حطيتها معاه. وفي حتة كده كانت وقعت مني في المونتاج واتقصت لما حطيت حبة ملح وحبة كزبرة ناشفة في الثوم وهو بيتحمر. فدي برضو قلت اقول لكم عليها لانها تركية مهمة جدا للملوخية. ما نحاولش برضو ان احنا نغمق قوي الثوم علشان ده هيدي مرارة للملوخية، فيكفي ان هو يبقى مصفر كده فعلى طول نطشه في الملوخية. الملوخية تبقى سخنة وهو سخن ونحطهم على بعض. هقلبها واسيبها يا دوبك تغلي وهنطفي عليها وتبقى كده الملوخية بتاعتنا جاهزة، وما ينفعش نسيبها تغلي كتير. تمام.
خلاص كده احنا وقت التقديم. هنبدأ بقى نحط شوية شوربة سخنة كده على لسان عصفور علشان لما نقدمه يبقى فيه شوربة ويبقى جميل. هو استوى خلاص في شوية الشوربة اللي احنا كنا حاطينهم له قبل كده، ومش ناقصه اي حاجة غير ان بس نزود له الشوربة. يا دوب يغلي وبعد كده نغرفه ونقدمه، وكده تقريبا كل اكلنا جاهز. تمام. هنبدأ نغرف بقى. لازم بقى الشوربة بتاعت اللسان عصفور دي عشان اللي محتاج ان هو يحط عليها ليمون بتبقى تحفة يا جماعة. وكمان هنغرف الملوخية ولونها اخضر جميل. روعة وريحتها تحفة. طبعا الاهتمام بتفاصيل التقديم دي مهمة جدا. غرفنا كده اللسان عصفور وغرفنا الملوخية. الرز بقى عشان نعمل له شكل حلو كده هنحطه في بولة، وبعد كده هنقلبها في الطبق الأساسي بتاع الأكل عشان تدينا منظر حلو يعني. تمام كده. وكده خلصت أكلتنا النهاردة. حقيقي جميلة جدا، ريحة وطعم بجد جميل قوي. واحلى ما فيها ان حاجات كتير احنا اللي عاملينها في البيت، زي السمنة اللي احنا استخدمناها كلها في كل الوصفة احنا اللي عاملينها في البيت، الليمون احنا اللي عاملينه في البيت. فبجد هتبقي مبسوطة جدا لما حاجة تبقي انت اللي عاملاها وانت اللي مكملة بيها بقية اكلك. اتمنى تجربوها، واتمنى كمان ان الفيديو يكون عجبكم. شكرا جدا لمتابعتكم، واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله، وباي باي.